راح كم شهيد، واللي قاتل واللي ناهي عالصعيد. بس النهارده والله ما راح حق الشهيد. عايزين نتغير، عايزين نتغير، عايزين نبني بلدنا من جديد. عايزين نتغير، عايزين نتغير، عايزين الثورة تحقق حلم بعيد. عايزين نتغير، عايزين نتغير، عايزين نبني بلدنا من جديد. عايزين نتغير، عايزين نتغير، عايزين الثورة تحقق حلم بعيد. عايزين نتغير، عايزين نتغير، عايزين نبني بلدنا من جديد. عايزين نتغير، عايزين نتغير، عايزين الثورة تحقق حلم بعيد. كملي كلامك. انت سكتتي ليه؟ كنت بتقولي لي عمر بن الخطاب كنوع من النظام الرئاسي اللي يا رب الله زيه يعني، بس اتفضلي كملي قولي. ايوه، ان هو كان خايف ان البغله تتعطر، ان هو ما رصفش الطريق يعني علشان حيوان. فالرئيس بقى الحكم السابق طبعا كان ازاي بينام زي ما حضرتك كنتي بتقولي، والبني ادمين بيقعوا على الشوك كل يوم، كانوا بيموتوا في البحر وبيموتوا في كل مكان. طيب انا هرجع تاني للكلام اللي كنا بندردش فيه قبل في الفاصل. على فكره كنا بنقول كلام جميل جدا. يمكن بنتكلم عن انظمه حكم فاتت على مصر. حسينا ان نظام الحكم العسكري الى حد كبير قوي كان فاشل في مصر، صح؟ لا مش كله برضه. يعني انا في رايي ان السادات كانت احسن فتره الى حد كبير. الفتره اللي هي كانت مصر انتعشت فيها. يعني انا كانت والدتي شغاله في تبع المينا، بتقولي المينا دي كانت حاجه فظيعه، كان الفلوس كانت داخله طالعه ما بتقفش، رواج. والبلد كانت شغاله، كل حاجه. كفايه ان احنا حتى بقينا في امان نوعا ما، كنا اياميها في امان يعني الحرب قامت، البلد بقت كويسه. عمل حاجات برضو في ناس كتير ما قدرتش تعملها. بالظبط. يعني الى حد كبير فعلا السادات كزعيم سياسي قدر يطلع بمصر من نكسة 67، ان يحطنا دولة منتصرة ودولة شيك في وسط دول اوروبا بعد ما كنا بنهان. يعني كنا نطلع نزعق في الخطاب وبعد كده ناخد فوق دماغنا في حرب ونموت والشباب كلهم يموتوا. ففعلا انت بتتكلمي صح في جزئية الانفتاح الاقتصادي اللي اتعمل. طيب انا بتكلم عن جزء تاني، الرئيس المدني. حتت اثرت في الشباب بالنسبة للمواطنين. انت كنت بتقولي لي المعاشات يعني ازاي حد كان مثلا بياخد يعني 1000 جنيه مثلا كمرتب، بعد المعاش ياخد 300 جنيه. طب على الاقل ده حتى لما هو بيطلع معاش بيبقى مثلا وصل 50 60 دواء، مصاريف بيت، مصاريف مدارس، ممكن اي حاجه. طب الدواء على الاقل يعني مثلا هو لما بيبقى كبر مش بيبقى محتاج دواء على الاقل؟ يعني ابسط حاجه المفروض اصلا يعني المعاش يبقى اعلى من المرتب العادي، او يبقى حتى الطبيعي ان هو يبقى يعني زي المرتب على الاقل حتى. طيب رأيكم ايه في الدول الأوروبية اللي ما بتعملش معاش أساسا، بس اللي بيطلع على المعاش عندها 65 سنة وبيطلعوا يعملوا ايه بقى؟ يدوم مبلغ جبار، تصرف بيه زي ما انت عايز، مش عايزين نشوف وشك فيه. ممكن يروح يشتغل في حتة تانية ومعاه المبلغ الجبار ده. انت رأيك ايه لو يتطبق النظام ده؟ لا هيبقى حلو، هيبقى احسن من الوضع الموجود دلوقتي. يعني احسن من نظام المعاشات ان يطلع لك برضو مرتب كل شهر؟ مهتاب طبعا عايزاكي تتكلمي، ارجوكي تتكلمي. المخرج بيكلمني في ودني وبيقول لي ما بيتكلموش. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا مذيعه ما بسكتش. قولي. انتي اعلام لازم تتكلمي كده وتاكلي المايك ده. يلا. المعاشات اصلا دلوقتي يعني ما بتكفيش اي حاجه. بس فاكيد النظام ده هيبقى احسن لنا من ان هو يقعد ل 65 وياخد مكافاه.
طبعا. مكافأة نهاية الخدمة مثلا بياخدوا مكافأة كبيرة جدا، مش قادرة اقول لك قد ايه دعاء، حاجة كبيرة جدا يعني. لو بيقولوا حاجة تحفة يعني. طب ما هم هناك مثلا لو هو بياخد مثلا 1000 جنيه اللي هي مثلا المكافأة، احنا عندنا هنا مثلا هتعمل ايه؟ لو هو مثلا اخد مكافأة واو، احنا هنا كل يوم الحاجة باسعار اصلا. لا بس هم هناك حاجة باليورو، اليورو اللي هو 7 جنيه او 7. حضرتك انا مش قصدي هتاخدي باليورو هنا، انت هتاخدي بالجنيه المصري مثلا. ايوه الجنيه المصري بمعادلة مصر مثلا نقول ايه 3 مليون مثلا، 3 مليون اوكي، ياخدهم الموظف. وما تورينيش وشك تاني ولا تقول لي معاشات ولا تأمينات ولا هوسه. انا هديك علاج بس، الدولة بتوفر لهم العلاج بس فقط لا غير. طبعا علاج محترم، مش هيروح ينام على الارض. طب انا كده هبقى كسبت حاجات كتير قوي يعني. هبقى كسبت اولا هو فض مكان لغيره. علشان معايا محمد من السعوديه نسمع برضو رايه. معلش انا اسفه هرجع لك. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا استاذ محمد، اتفضل معانا. بنتكلم عن اولويات البرنامج الانتخابي لرئيس جمهوريه مصر العربيه القادم، وتقول لي ايه اولويات. اتكلمنا عن التعليم، المعاشات، اتكلمنا عن حاجات كتيره جدا. لو عايز تضيف اضافه يا ريت حضرتك في مداخلتك تقول لنا. احنا يا ريت يعني اقول لحضرتك على حاجه. احنا النظام السابق ده يا ريت يعني ما فيش حد يقرب ناحيته خالص، يعني كله خلاص ارميه ورا ظهره. يعني حتى لو جالنا واحد من المنتخب من النظام السابق ده يا ريت يبعد بعيد عننا خلاص، كله يسيبنا ويرحل. النظام السابق نحط عليه كروس. اوكي. ايوه اوكي، لان ده كده خلاص يعني. حتى لو هو كان عنده ضمير لو هو كان عنده ضمير حتى وكان شغال مع النظام السابق كان المفروض يقول لا ويمتنع، حتى لو هيقدم استقالته ولو هيخش المعتقل الكلام ده كله ده كان المفروض يحصل، لكن حاليا ما ينفعش. فعلا الرأي ده جميل جدا، ده رأيك يحترم يا محمد. ده رأيي ده. طيب. طبعا ده رأيي. فطبعا بالنسبه للرئيس القادم ان شاء الله لازم يقدم البرنامج بتاعه الانتخابي الكلام ده كله، واحنا طبعا في ايدينا الحريه اللي احنا نختار احسن برنامج وانضف حاجه لمصر، ويا ريت يكون البرنامج بتاعه يعني ينمي الصناعه شويه، لان احنا طبعا عندنا الصناعه بالنسبه لاي دوله بره اوروبيه صناعه متاخره جدا. احنا الصين عدتنا بمراحل كتير. جميل جدا يا استاذ محمد، مداخلتك ونقطتك واضحه. ميرسي يا فندم. هو بيقول اهم حاجه الصناعه في برنامج الانتخابي علشان عايز المنتج المصري يرجع ينافس ويبقى رقم واحد، عشان الصناعات المصريه الى حد كبير جدا. والله انا زعلانه عندنا القطن المصري، كنا ان احنا بنصدر القطن خام، دلوقتي مش لاقيين حتى القطن ما بقاش مصدر يعني من المصادر. صح عنده حق يعني. برضو الصناعه اساس زي التعليم بالظبط في البلد يعني. وكمان ان التعليم هو بيوصل يعني يوصلنا ان احنا نقدر نصنع بقى حاجات ونرجع كل حاجه زي الاول. احنا بننتج بس عندنا الجوده، حته الكواليتي دي لازم تبقى مهمه قوي. التسويق مش موجوده، وفي ناس كتير يعني بتنتج بس مش لاقيه اللي يسوق لها. ايوه ما عندهاش بقى الماتيريالز والادوات والمصانع والحاجات اللي هي توفر لنا. موجود برضو يا دعاء بس مش موجود التسويق يعني. والعقده اللي عندنا تروح اللي هي ميدن كذا يعني ايه المشكله لما تجيب ميدن ده تشاينا يا حبيبه قلبي وصلت لحد امريكا يعني انا ما بجيبش حاجه مش مكتوبه. انا قبل ما انا لما بجيب الحاجه ببص عليه يعني ميدن تشاينا ببقى انا من جوايا ببقى زعلانه. نفسي ميدن ايجيبت الله حلوه، مالها ميدن ايجيبت يعني وحشه؟ ما هي بلدنا، ما انت عايشه كده رمز فرعوني عين حورس ولا حاجه شيك قوي. بصراحه الكواليتي مش زي الاول يعني. زمان كانت الحاجه فعلا، كنت لسه بتكلم في الموضوع ده قبل مع مامتي وكده، ان الحاجه كانت زمان اصليه يعني حاجه فعلا بيصنعوها يعني بيدوا فيها قوي. دلوقتي حاجه بقى كل حاجه بتنزل، كل حاجه الجوده بتاعتها بقت خلاص يعني. يمكن انا بشكر ضيوفي النهارده كلهم اللي شرفوني، ويمكن خلصنا من هذا اللقاء ان اهم حاجه عندنا ملف التعليم. ملف اخر حاجه بقى انا بضيفها، اظن ان كرامه المواطن المصري يجب ان تكون في المقام الاول لرئيس جمهوريه مصر العربيه القادم، سواء داخل مصر او خارج مصر. ما يرضاش ابدا بشكل رغيف العيش ان يقف عليه مواطن مصري. انا عايز المصري ده يبقى احلى واشيك واريح عينين في الدنيا، يبقى الواحد لما يبص له كده يبص لعينيه يحس ان الراجل ده مرتاح، او الست الكبيره دي لما طلعت على المعاش ارتاحت. يا رب نشوف اليوم ده باذن الله بشغلنا وبمجهودنا. بشكر ضيوفي مره ثانيه وبشكركم على حسن استماعكم. قهوتنا النهارده لازم تكون مظبوطه عشان الرئيس لازم يكون مظبوط. ميرسي ليكم والى اللقاء.